السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا ولذيذة جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكة السميد والبرتقال. وصفة لذيذة جدا جدا ولونها وشكلها بجد تحفة بجد. وكمان طعمها وريحتها حلوة جدا وطعم البرتقال ظاهر فيها جدا جدا. حقيقي وصفة مميزة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوه معايا زي ما انتم شايفين حله على البوتاجاز ضفت فيها كوب عصير برتقال، وهضيف عليه 3 معالق سكر، او ممكن نضيف سكر حسب الرغبه لو احنا حابين بنحب المسكر اكتر من كده، الطعم احلى من كده. هضيف 3 معالق سكر وهقلب كويس قوي لحد ما السكر والبرتقال يمتزجوا كويس قوي مع بعض. هستمر في التقليب على النار. وهستمر في التقليب. خلاص بيغلي معايا البرتقال زي ما انتم شايفين. هسيبه يغلي لمده دقيقتين. وهرجع اقلب تاني. شايفين القوام بقى اتقل. وطبعا كل ما نضيف سكر كل ما القوام هيبقى اتقل، بس انا بحبها تبقى خفيفة كده. خلاص كده القوام بقى جاهز. هبدأ اطفي عليه النار وهسيبه يبرد في جنب. دلوقتي معايا المكونات زي ما انتم شايفين. معايا 4 بيضات، معايا كمان كوب ونص سميد دقيق سميد، وكمان دقيق ابيض كوب ونص دقيق ابيض. معايا كوب عصير برتقال وكوباية الا ربع زيت. معايا كمان 2 كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. هبدأ في اول خطوة طبعا هبدأ اكسر البيض زي ما انتم شايفين في الخلاط. كيكة سريعة جدا وسهلة هنعملها في الخلاط. كسرت البيض. دلوقتي هبدأ أضيف معلقة بشر عصير بشر برتقان زي ما انتم شايفين. بتدي نكهة وطعم حلو جدا. وكمان هضيف ظرف فانيليا وهبدأ أخلط البيض بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هرجع تاني أضيف السكر. هضيف كوباية ونص سكر أو كوباية وربع سكر حسب الرغبة. وهضيف كوب إلا ربع زيت وهقعد أخلطهم كويس قوي لحد ما أحصل طبعا على قوام كريمي. السكر يختلط تماما والزيت ما يبقاش له أي أثر في الخليط بتاعنا. كده خلاص كده الخليط جاهز معايا. هبدأ أجيب البولة وهنزل فيها بالخليط ده. وهضيف عصير البرتقال وهقلبهم كويس قوي. وهبدأ أضيف الدقيق والسميد، بس هضيفه طبعا بالتدريج، مش هضيف الكمية كلها مرة واحدة.
علشان احصل على كيكة مرنة، عجينة مرنة ما تبقاش تقيلة وتبقى خفيفة معايا. وهضيف كمان البيكنج باودر، 2 كيس بيكنج باودر او معلقتين كبار. وهقلب كويس قوي. شايفين القوام كويس، محتاج ممكن اضيف باقي الكمية اللي موجودة معايا. وهستمر في التقليب بحيث المكونات تمتزج كويس قوي، ما يبقاش في اي اثر لكتل دقيق ولا سميد. كده خلاص القوام جاهز معايا. شايفين هو ده القوام المطلوب، قوام مرن جدا عشان الكيكة تبقى خفيفة وتشرب عصير برتقال بمنتهى السهولة. ده دليل على نجاحها. عندي طبعا القالب دهنته زبدة ورشيت فيه دقيق. هبدأ اضيف الكيكة عندي زي ما انتم شايفين. وكده خلاص الكيكة جاهزة عندي. طبعا انا مسخنة الفرن. هدخل الكيكة على درجة حرارة 180 حسب حرارة الفرن بتاعي لحد ما تحمر وتستوي كويس، لمدة ساعة الا ربع، من نص ساعة لساعة الا ربع. بس مهم جدا ان احنا ما نفتحش عليها الفرن قبل نص ساعة. هدخل الصينية الفرن. ودي الصينية بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين اخدت لون احمر وجميل جدا. دلوقتي هنزلها على طبق وهبدأ اضيف لها عصير برتقال. هضيف عصير برتقال بالشكل ده. شايفين بتشربه بمنتهى السهولة لانها خفيفة جدا زي السفنجة، مش مكتومة خالص زي ما شفناها في الاول. هوزع في كل مكان بحيث ان الكيكة كلها تشرب من عصير برتقال. ودي الكيكة زي ما انتم شايفين شربت العصير على طول. شايفين حلوة جدا وريحتها بجد تجنن وطعمها حلو جدا. حقيقي وصفة مميزة جدا جدا. شايفين قد ايه خفيفة. حقيقي وصفة مميزة جدا وهتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها ويا رب تعجبكم. ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.